اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. يا مساء الورد والفل والجمال والياسمين، ويا صباح الورد والفل والجمال على الناس المسكرين اللي بيتابعوني. هنشوف بقى فيديو شقة العروسة وازاي رصيناها، هنشوف غرف النوم، وكمان هنشوف المطبخ. هنا كانت اول دخلة المطبخ كانت جزامة، وكان في مراية وشجرة ورد كده باللون الاحمر، كان جميل. ومش تنسوا العروسة كده تدعوا لها ربي يسعدها كده هي وعريسها، ويهنيهم ويسعدهم بكل حاجة في شقتهم. واللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وتتابعوني على صفحتي على الفيسبوك مطبخ فتحية فاروق. ولو عايزين تشوفوا فيديوهات اكتر ادخلوا عندي على التيك توك او كواي وقولوا لي رايكم ايه. هنا كانت السفرة، هنا العروسة ما كانتش عاملة نيش، بصراحة انا ايدتها في الرأي ده. بس هي عاملة ايه بقى؟ ضلفة كده ازاز، 4 أرفف في المطبخ، بس كان شكلها حلو خالص. هوريها لكم برضو، وان شاء الله هنزل لكم المطبخ كامل الفيديو الجاي. وهنا كان ترابيزة على شالة الكحك والبسكوت، وهنا كده 3 ترابيزات بالتدريج أحجام، والنجف بسم الله ما شاء الله حلو خالص. بس هنا بقى الستار ما كانتش اتركبت، هي والشاشات. هنا بقى غرفة النوم بسم الله ما شاء الله جميلة جدا، السجاد والإضاءة مع الإضاءة كمان اللي في الدولاب. هنا الدولاب منه دولاب ومنه دريسنج، وهنا كانت تسريحة بسم الله ما شاء الله، كانت حاجتها كتيرة وجميلة. ربنا يسعدها ويهنها بكل حاجتها. كل حاجة هنا بقى كانت منظمة. تنظيم التسريحة، هنا الصينية للتنظيم وهنا كمان للعطور والبرفانات والإدراج بسم الله ما شاء الله، كانت حلوة خالص. هنا بقى التوك والبنس. الناحية التانية هنا بقى كانت الحاجات الشخصية زي الرموش، وهنا بقيت الحاجات. بص بقى حدث ولا حرج بسم الله ما شاء الله، حاجاتها جميلة وكتيرة. هنا بقى كان المونوكير ومبرد الضوافر، هنا زيت جونسون وكمان صبغة. اقول لكم بسم الله ما شاء الله العروسة متوصية بالحاجات دي قوي. وهنا نظارات، والشنط حاطينها لها في الدولاب من فوق. وهنا الحزمة، تحت كده كوفية كانت لعلم فلسطين. وهنا الشرابات وبقية البرفانات بقى والعطور بسم الله ما شاء الله. بكل العروسة جايبة كمية عطور وبرفانات كتيرة. وهنا الاكسسوارات كانت متنظمة بالشكل ده. وهنا الشنط، وهنا بقى زي ما انتوا شايفين حاجات جميلة جدا بسم الله ما شاء الله. الحاجات دي العروسة بتكون موصية عليها بقى، خاصة لو العريس مسافر بره وكده، فبيجيب لها بقى الحاجات دي وهو جاي. هنا بقى الدولاب. هنا كانت اول ضلفة، كانت الهدوم الصيفي ومفارش سرير كده فوق اللي هتستخدمه، يعني مش فتحنا كله لان العروسة عاملة دولابين كمان، دولاب لأوضة الأطفال وكمان دولاب قدام الحمام هنشوفه دلوقتي. هنا بقى الشنط فوق كده، وتحت كده البيجامات. ده كله صيفي، الشتوي حاطينه لها في اوضه الاطفال. هنا بقى بقيه الهدوم وبقيه المفارش، وتحت كده الكاشات. وهنا بقى السرير ومفرش السرير والنجف. بصوا بقى ده الدولاب اللي انا بقول لحضراتكم عليه، ده كان قدام الحمام كده، حطينا فيه فوط وبقيه المفارش. اقول لكم بسم الله ما شاء الله، حاجه كانت عروسه، العروسه كانت الحاجه بتاعتها كتير. وهنا بقى الادراج، حطيت فيها بقيه الفوط وبقيه المفارش. الحاجه لما بتكون جديده بتكون صعبه في الفتح. وبقيت علب الفوط وحاجات كده من ادوات التجميل. وكمان حطينا لها في الحمام حاجات كتيرة. هنا بقى غرفة الاطفال. هنا النجف والاضاءة، بس احنا هنا حطينا مفرش عادي من المفارش العادية، لان الفرح كان لسه عليه حوالي 10 ايام. فالعروسة قالت ايه، انا عايزة مفرش من العادي، ما تفرشوش ليلة مفرش ليلة الدخلة وكده. هي بقى هتبقى تغيره بعد كده. ده هنا بقى الكوفرتات والبطاطين
هنا هدوم الخروج والشتوي. ده هنا الشتوي كله. وتحت كمان في الادراج، يعني الدواليب ما كانش فيها اي منفذ بصراحة. هنا اللحاف الفايبر، هنا البطاطين، هنا حطيت لها كده مفارش للسرير، هنا تسريحة كده صغيرة بالادراج. حطينا فيها برضو كده برفانات وحاجات. بصوا هنا الادراج بقيت الشتوي حاطينه لها كمان في الادراج. بقول لكم الدواليب ما كانتش واخده زي ما انتم شايفين. حتى درج الكومودينو حطيت لها فيه. العروسه بصراحه كانت حاجتها كلها جميله وكلها ماركات، كانت من شي ان. بس هي بقى مش جايباها من المصري، هي جايباها تبع اللهم صل على النبي دول الخليج، لانها شي ان هنا بتتاخر، بتيجي الحاجه بعد شهر او شهرين، فهي كان طالباها عن طريق قطر. هنا بقى اول كده دخلت الشقه كان في الاوضه دي، كان فيها كده القعده، وهنا كان ركن الشاشه. بس الشاشه زي ما بقول لكم الستاره كانت لسه ما تركبتش وكده. انتوا عارفين الصنايعيه بتتاخر يعني على عرسان، والله بيبقوا صعبين عليا. يجي الصنايعي اقول لهم طب بكره، لا بعده. هنا كان المطبخ. بصوا هنا كان في طرقه كده بالحوض. كان في الغساله والتلاجة، انا قصدي بصرف الغساله. وهنا كان المطبخ. بسم الله ما شاء الله جميل. ولو انت لسه مكمله الفيديو